هل فيلم أسد فعلا بيدعم أفكار الإفروسنتريك؟ وهل هو فيلم تاريخي ولا فيلم بيزيف التاريخ؟ أهلا بيكم، أنا حازم مصطفى ودي قناة كادر مصري، والنهاردة الحلقة اللي هنحلل فيها ونراجع فيلم أسد. فيلم أسد هو فيلم مصري وأحد أفلام موسم 2026 واللي نزل قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع تقريبا. الفيلم من تأليف الإخوان دياب، محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب، ومن إخراج المخرج العالمي محمد دياب، واللي شفناه قبل كده في أفلام مصرية زي 6 7 8 وفيلم اشتباك، وأخيرا فيلمه المصري الثالث أسد. وطبعا من بطولة النجم المصري محمد رمضان، رزان جمال، علي قاسم، وكامل الباشا، وظهور خاص للنجم الكبير ماجد الكدواني. بتدور أحداث الفيلم عن أسد، الطفل اللي بيتخطف من مجاهل أفريقيا وهو صغير مع أمه وأخوه، وبيتباعوا بواسطة أحد النخاسين لنخاس آخر، وبيفضل عايش مع هذا النخاس في بيته لحد ما بيكبر وبيبقى واحد من أهم العبيد اللي موجودين في هذا البيت. بيقع في حب ليلى بنت النخاس، وبيتفقوا مع بعض على الجواز، وبيتجوزوا فعلا وبيخلفوا ولد. ومن هنا بتبدأ الأحداث الدرامية جوه الفيلم تتوالى وتتصارع. خلونا نجاوب على سؤال مهم جدا: هل فيلم أسد فيلم تاريخي؟ الإجابة بوضوح لا. فيلم أسد مش فيلم تاريخي، لأن ببساطة الفيلم مش بيحكي عن واقعة تاريخية حصلت بالفعل، ولكنه الفيلم بنى أحداثه على أحداث ووقائع تاريخية حدثت بالفعل، وبنى القصة كلها بناء على هذه الأحداث. طب إيه هو الحدث التاريخي الحقيقي اللي بنى الفيلم عليه الدراما الكاملة بتاعته؟ الحدث الحقيقي هو مرسوم إلغاء الرق أو حظر استيراد العبيد من الخارج، اللي أصدره الخديوي إسماعيل سنة 1877. هو ده الحدث الحقيقي اللي حصل فعلا، لكن لم يذكر التاريخ أبدا أي ثورة قام بيها العبيد في مصر علشان يطالبوا بإلغاء الرق أو إلغاء العبودية. طيب هل فعلا حصلت ثورة عبيد في أي مكان تاني في العالم في الوقت ده؟ فعلا حصلت ثورة العبيد في عدد كتير جدا من الدول، منها مثلا على سبيل المثال ثورة العبيد في العراق. طيب معنى كده ان الفيلم بيزيف التاريخ وبيجيب احداث مش حقيقية وبيدعي انها حقيقية علشان يدعم افكار معينة؟ طبعا الاجابة لا، لان ببساطة شديدة جدا انا عادي ان انا اشوف في السينما قصة مش حقيقية وما حصلتش في الحقيقة ومش واقعية، ولكنها مبنية في الاساس على حدث واقعي. لو قسنا مثلا على فيلم الارهاب والكباب للاستاذ وحيد حامد، فهنلاقي ان الحقيقه التاريخيه ان ميدان التحرير موجود، وان مجمع التحرير موجود، وان كل الوزارات كانت موجوده جوه ميدان التحرير. بمعنى اوضح، الحكومه كلها كانت موجوده جوه مجمع التحرير. الحدث اللي مش حقيقي ان في مواطن دخل جوه وبطريقه ما استطاع ان هو يمسك سلاح وسيطر على المجمع بالكامل. فهل هنا نقدر نقول ان الاستاذ وحيد حامد كان بيزيف الحقيقه؟ لا طبعا، ده خيال مؤلف ودرامه فيلم اتحطت في سيناريو فيلم واتعمل منه الفيلم اللي احنا شفناه كلنا وانبسطنا بيه. كذلك الامر على فيلم اسد. فيلم اسد هو فيلم خيالي ملحمي اتبنى عن قصه غير حقيقيه مبنية على أحداث ووقائع حقيقية. طب عايزين نتكلم عن نقطة تانية تاريخية: هل كان فعلا في عبيد في مصر وكان في أسواق نخاسة في مصر وكانوا بيتعاملوا بنفس الشكل ده؟ كانوا موجودين، ونقدر نشوف ده في مصادر كتير جدا وفي كتب كتير جدا وفي أعمال فنية كتير جدا، منها مثلا على سبيل المثال للحصر رواية واحة الغروب للكاتب الكبير بهاء طاهر، واللي اتعملت بعد كده مسلسل كان من بطولة خالد النبوي واخراج الاستاذه كامله ابو ذكري، واللي بنشوف فيه الاحداث اللي كانت بتدور وقت هوجه عرابي، اللي هي تقريبا نفس الوقت اللي بيدور فيه احداث فيلم اسد. وبنشوف الضابط لما بيروح لواحد سيوه وبيعرف ان المزارعين هناك او الناس الكبار هناك عندهم مجموعه من العبيد بيشتغلوا في الغيطان، وفي عبيد تانية بتشتغل في الدور وهكذا. معنى ذلك ان ده كان جزء من طبيعه المجتمع المصري في الوقت ده. والمجتمع المصري برضو كان متقسم لطبقات وكان متقسم لطوائف كتير جدا، وطائفة النخاسين أو الطائفة اللي كانت بتتاجر في العبيد كانت طائفة موجودة ومتواجدة في مصر، ومش بالضرورة كانوا يكونوا مصريين كلهم، ولكن منهم اللي كانوا جايين من الشام، ومنهم اللي كانوا جايين من أفريقيا، ومنهم اللي كانوا جايين مع المحتل الإنجليزي أو كإنجليز وعايشين وسطنا في مصر، وهم بيستوردوا العبيد اللي بيخطفوهم من مجاهل افريقيا وبيجيبوهم يشتغلوا بالسخره في اعمال الزراعه والصناعه ورعايه الماشيه وخلافه. المهم ان الجزئيه دي جزئيه تاريخيه حقيقيه صحيحه، مفيش خلاف عليها، ان دايما المحتل
هو اللي كان بيخطف العبيد وبيجي يبيعهم لطائفة النخاسين. حصلت بقى ثورة عبيد ولا ما حصلتش، ده بقى حاجة ما اتذكرتش في التاريخ أبدا، ولكن أكيد بعد صدور فرمان الوالي اللي هو لغى في العبودية، أكيد حصلت مناوشات، وحصل إن في عبيد كانوا عايزين ياخدوا حريتهم وأسيادهم ما كانوش عايزين يديهم حريتهم، والحاجات دي أكيد حصلت بشكل فردي أو بشكل متفرق كده على القطر المصري. ولكن الحديث عن شخصية جمعت العبيد وكونت منها جيش عشان خاطر تحارب وعلشان خاطر تستقل بحريتها، ده ما ذكرهوش التاريخ أبدا. ولكن لا يمنع أبدا إنه يتحكي في فيلم في شكل درامي وفي شكل قصة خيالية. طيب نرجع تاني بقى لفيلم أسد. وفيلم أسد أنا شايفه من وجهة نظري هو واحد من الأفلام الملحمية العظيمة جدا في تاريخ السينما المصرية. أنا شفت في الفيلم ده تصميم إنتاج، أو نقدر نقول عليه إن إحنا بنسميه البرودكشن ديزاين، كان عبقري جدا وكان مهتم بأدق تفاصيل المرحلة الزمنية اللي بتدور فيها أحداث الفيلم، من ملابس وإكسسوار وديكور، وحتى المكياج بتاع الشخصيات كان جميل جدا وكان معبر جدا عن الفترة الزمنية اللي بتدور فيها أحداث الفيلم. يعني مفيش غير شوية تفاصيل بسيطة كده ليها علاقة بالحلية أو بالحلقان اللي كانت بتلبسه الشخصيات النسائية في الفيلم، اللي كان قريب شوية من الحلي اللي موجود في العصر الحالي. لكن غير كده الملابس كانت جيدة جدا، الديكور كان كويس قوي وكان مناسب جدا للفترة الزمنية، حتى الأسلحة اللي كانوا بيتعاملوا بيها كانت مناسبة جدا للفترة الزمنية. واضح جدا إن اللي اشتغلوا على فكرة تصميم الإنتاج أو تصميم الصورة البصرية للفيلم تعبوا جدا وذاكروا وفحصوا وبحثوا في الفترة دي بكل أسلحتها وبكل شكلها وبكل اكسسواراتها، ودي حاجة ممتازة جدا. أكتر حاجتين بيميزوا فيلم أسد من وجهة نظري هما التمثيل وتنفيذ المعارك. وخلينا نتكلم على المعارك أولا، لأن المعارك في الفيلم غير تقليدية تماما، او يعني مش تقليديه بالنسبه للسينما المصريه اللي احنا بنتفرج عليها. يعني احنا دايما بنشوف في السينما المصريه المعارك غالبا بتبقى عباره عن مطاردات، والمطاردات دي بتنم عن مبارزه معينه او خناقه معينه بالايدي. لكن في فيلم اسد المعارك واخده الطابع الزمني بتاع الفتره اللي بتدور فيها احداث الفيلم، بلس طرفي الصراع. يعني دايما الصراع عند مجموعه من العبيد عندهم من القوة الجسمانية اللي تأهلهم ان هم يتخانقوا بايديهم او يدخلوا معارك بايديهم او بأسلحة بسيطة، وبين طرف تاني ما عندوش هذه القوة وعنده نوع من العجرفة وبيتعامل بسلاح البارود وهكذا. فكانت لازم المعارك دايما تكون غير متكافئة على مستوى القوة، لكن تحسم في النهاية للطرف اللي هو بيتعامل بالقوة البدنية. حتى لما الطرف ده برضو أخذ سلاح ومسك السلاح وبقى بيتعامل بيه، كان بيتعامل بيه بشكل غير تقليدي. ولكن ده برضو خلانا نشوف مشاهد صعبة جدا ان احنا نشوفها على الشاشة، مشاهد السحل والقتل والدم ومشاهد انا شخصيا يعني وانا راجل كبير كده كنت قاعد في السينما بغمض عيني مش قادر اشوف الدموية الشديدة جدا ديت. هل ده نقطة إيجابية أو نقطة سلبية؟ أنا ما أقدرش أحكم على حاجة زي كده، ولكن أنا شخصيا اتضايقت شوية من بعض المشاهد أو بعض صعوبة المشاهد اللي فيها دم وفيها قتل وسحل وهكذا. ويمكن برضو ده علشان طبيعة الحكاية أو طبيعة المجتمع اللي بنحكي عنه في فيلم أسد. على مستوى التمثيل بقى أنا شفت وجه جديد تماما للنجم محمد رمضان في الفيلم ده. وجه جديد مش عايز اقول ان احنا ما خدناش عليه او ما شفناهوش قبل كده، لاننا شفناه قبل كده. محمد رمضان ممثل كويس قوي، ممثل جيد جدا، ولكن كان محتاج لمخرج يوجهه علشان يطلع منه هذه الدرر المدفونة. محمد رمضان عامل دور حلو قوي 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 قوي، واللي بيخليني انا اميز ايه الممثل ده ان كان عامل الدور كويس او مش كويس، ان انا بشوف على الشاشة ان كنت شايف ملامح هذا الممثل. يعني انا وانا بتفرج انا حاسس ان اللي بتفرج عليه ده هو محمد رمضان ولا لا. وده اللي حصل فعلا في فيلم اسد، ان انا ما كنتش شايف قدامي محمد رمضان، بل كنت شايف قدامي شخصيه اسد في جميع المراحل اللي مر بيها او جميع التطورات اللي مر بيها على مدار الفيلم. من الممثلين الهايلين برضو اللي عملوا دور حلو قوي كان علي قاسم. علي قاسم كان عامل الفيلن بشكل ببعد اخر او بشكل اخر نقدر نقول كده، لانه كان عامل شخصيه فيلن مش ذكي، فيلن غبي، وفي كمان جزء من الخسه. فكان مبين لي ده وموضحه من غير ما يعمل افوره في الاداء. لان دايما انا كنت بشوف دايما الفيلن اللي بيجي ده هو بيبقى مكشر وعامل مش عارف،
علي قاسم كان مودي الموضوع في سكة تانية خالص عشان يبين لك البغض اللي في شخصيته. تحس ان انت وهو بتشوفه على الشاشة كده انت عايز تقوم تتلطش له، ده حقيقي، لكن في النهاية بدون افورة ومن غير ما يعمل حاجات تبين لك قوي وتسترس على فكرة الشرير. يعني انت لو شفته من بعيد كده هو شخص عادي جدا، لكن اداؤه، حركاته وهو بيتكلم، بصته، نظرته لاسد وهو بيبص اليه، هو دي الحاجات اللي صنعت الشخصيه الفيلن الغير متوقع والغير نمطي اللي احنا نعرفه. الاستاذه اسلام مبارك كانت عامله دور هايل جدا جدا جدا، وكان واضح فيه هذا الصراع الكبير ما بين، انا مش عايز احرق الاحداث، ولكن ما بين ابنها اللي يعني بي ايه بي بيتطلع لفكره تحرير العبيد، وان هو يمشي في سكه الحريه ويتحرك الى سكه الحريه، وما بين قلبها او حاجه تانية احنا هنبقى نشوفها في احداث الفيلم. فوضحت هذا الصراع برضو من غير ما تتكلم كتير ومن غير ما يعني يبقى عندها يعني حاجات اوفر في التمثيل او انها تأدي اداء مبالغ فيه. رزان جمال برضو عملت الدور كويس جدا جدا جدا، وكانت عامله شخصيه هايله قوي 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 قوي، ولكن انا كنت شايف برضو ان رزان جمال كانت محتاجه تبقى مميزه اكتر، او يبقى الدور بتاعها ده مميز اكتر عن ادوار تانية قامت بيها. انا كنت شايف في الحقيقة ان هي آه مفيش جديد عن شخصية رزان جمال الحقيقية او شخصيتها في اي اعمال تانية وبين شخصيتها في فيلم اسد. الفنان الكبير كامل الباشا كان عامل دور حلو قوي، ولكن اللي انا عايز اقوله ان شخصية كامل الباشا في الفيلم كانت بتتطلب منه ان يكون قاسي بعض الشيء. ده انا ما شفتوش، يعني ما شفتش الاستاذ كامل الباشا وهو او شخصيه محروس بيك وهو قاسي جدا، او يعني عنده من القسوه اللي تخليك تكرهه، ولكن بالعكس انا شفت لطافه، شفته على الشاشه بشوش جدا وراجل يعني راجل عادي. انا ما شفتش ده، فمش عارف، حسيت انه ممكن يكون مش موجود في الايه في الدور قوي. مش عايز اقول كلمه مش انكاست عشان ما بقاش يعني بحكم حكم ظالم او حكم قاسي، ولكن يعني كان محتاج ان هو يكون فظ شويه اكتر عن كده. مش قصدي برضو ان هو يأفور، ومش قصدي برضو ان هو كان محتاج ان هو يعمل حاجات تبينه فظ، ولكن كنت محتاج اشوف ممثل فعلا يبان الشر في عينه. والممثل بقى اللي كان بالنسبه لي فعلا بجد مفاجاه كبيره قوي هو عمرو القاضي. عمرو القاضي عمل دور حلو جدا في الفيلم، وعمل الدور ده بتفاصيل ومذاكره، وكمان اداء هادي جدا وصل لي فكره الشر اللي موجوده جوه شيخ النخاسين. هو بيعمل عمرو القاضي عامل دور شيخ النخاسين في الفيلم، وكان فعلا مستخدم ادواته علشان يقوم بالشخصيه دي بشكل هايل جدا. النجم الكبير ماجد الكدواني انا كنت اتمنى ان انا ما اشوفوش كضيف شرف في الفيلم، ولكن كنت اتمنى ان انا اشوفه بطل رئيسي او شخصيه رئيسيه في الفيلم، وان يكون مكتوب الدور بتاعه كطرف اساسي في الصراع اكتر من كده، مش مجرد ان هو الوالي اللي اصدر القرار وبعدين يعني مش عايز احرق عمل ايه. يعني كنت اتمنى ان يكون الصراع بتاعه او يعني يكون متضفر في الصراع بشكل اكبر من كده. لكن ماجد الكدواني كان عامل الدور هايل جدا برستقه، والاداء السهل الممتنع اللي احنا متعودين عليه من ماجد الكدواني. على مستوى السيناريو الفيلم كان جيد جدا، ولكن كان عندي حاجه كده بس هي يعني ضايقتني، ممكن تكون مقصوده فعلا، ان دايما الاحداث في الفيلم كانت بتتقدم بدون تمهيد. يعني مثلا بدون حرق للاحداث، لما اشوف اسد في معركه داميه وبعدين المشهد اللي بعده دايركت على طول انه رايح يعمل مفاوضات. المشاهد كلها كانت بتتقدم دايما بدون تمهيد، بدون مشاهد قبلها تمهد لهذا الحدث الدرامي الجديد اللي هيدخل علينا. وده فيه ميزه وفيه عيب.
الميزة الأولانية إنه ما بيعملش حشو للأحداث، وممكن ده يوقّع السيناريست في فخ إنه يحط أحداث من باب الحشو ويمُط ويطيل في التقديم للشخصيات. أمّا العيب إنه بيخلّيني أنا كمشاهد إني ما ابقاش موجود جوّه الحدث مع الشخصيات، ما امشيش مع الأحداث واحدة، واحدة، لكن ما بيحصلش عندي تصاعد درامي، بيحصل عندي ما نسميه بالتقافز الدرامي. أنا حسّيت في بعض المشاهد إن ده بيحصل. على مستوى الإخراج فعلًا بجد محمد دياب بذل مجهود فظيع جدًا في فيلم أسد علشان يطلّعه لنا بالشكل اللي إحنا فيه، من أول بدايةً اختيار الممثلين واختياره للنجم محمد رمضان علشان يقوم بدور البطولة، وبيعمل دور جديد عليه كليًا، مش جديد عليه يعني ما عملهوش قبل كده، ولكن محمد رمضان عمل قبل كده شخصيات تاريخية، وعمل قبل كده شخصيات ملحمية. يعني إحنا مثلًا شُفناه بيقدّم شخصية ملحمية وتاريخية زي علي الزيبق في فيلم الكنز، ولكن هنا الموضوع مختلف تمامًا، تمامًا والله يا جماعة، الموضوع مختلف خالص. أنا شُفت بناء للشخصية على مستوى الشكل وعلى مستوى الأداء وعلى مستوى التصميم بتاع الشخصية والتحوّل الدرامي بتاع الشخصية. فعلًا الشخصية دي لإنها مكتوبة حلو أوي والمُخرج اشتغل فيها مع الممثل كويس أوي، فمحمد رمضان قدّمها بشكل درامي وبشكل مقنع، عملت فعلا بجد انا هو وانت هو ان بكره هتكون اسد واحده من الشخصيات الايقونيه في السينما المصريه اللي هنحطها جنب باقي الشخصيات الكبيره والعظيمه. وبرضه على مستوى الاخراج كان محمد دياب ماسك الايقاع بتاع الفيلم جدا. انا قعدت ساعتين في السينما قاعد على الكرسي حرفيا مفيش لحظه حابب ان انا ابص جنبي او ابص في الموبايل. وطبعا ساعده في ضبط الايقاع ده المونتير الكبير احمد حافظ اللي احنا شفناه في اعمال مهمه وكبيره جدا في الفتره اللي فاتت. فيلم اسد فيلم مهم جدا وفيلم حلو قوي قوي قوي. لكن تعالى بقى دلوقتي نتكلم على السؤال الاهم: هل فيلم اسد بيدعم افكار الافروسنتريك؟ من وجهه نظري ده كلام فارغ، لان في الاساس الافروسنتريك اساسا بيروجوا لافكار تانية خالص غير فكره ان انا كنت عبيد في مصر او ايا كان. اي نعم في مجموعه منهم بتتبنى هذه الافكار، لكن الفكره الاساسيه اللي هم بيتكلموا فيها ان هم اصلا صحاب الارض، وان المصريين الحاليين هم مجموعه من الغزاة اللي جم استعبدوهم واخدوهم وخدوا منهم الحضاره بتاعتهم وهكذا. وطبعا ده ضد اللي بيقوله الفيلم تماما. الفيلم اساسا مبين في الاساس ان المجموعه دول اتخطفوا من قبل نخاسين واتباعوا في مصر علشان يكونوا عبيد، مش هم اصلا اصحاب الارض. حتى كمان النخاسين اللي خطفوهم مش مصريين، والنخاسين اللي اشتروهم مش مصريين، والبيوت اللي اتربوا فيها مش بيوت مصريين. فبالتالي الفكره دي اصلا مش مطروحه جوه الفيلم. الافروسنتريك لما بيحبوا يروجوا للافكار بتاعتهم دول بيصنعوا افلام اصلا بتزيف الحقائق بشكل كبير، وشفنا ده في فيلم كليوباترا او مسلسل كليوباترا، مش عارف لان انا ما شفتوش، اللي كان بيتذاع على نتفليكس من فتره قريبه، واللي اظهروا فيها الملكه المصريه كليوباترا وكانها اصلا ملكه افريقيه. فبالتالي احنا بعيد تماما عن الفكره دي. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير واكتب لي كومنت عايزني اراجع افلام ايه في الحلقة الجاية. ولو انت بتشوفني على اليوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجي لك كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية.